فاكر ان مرسيدس بتعمل عربيات خفيفه كده ونايتي، يعني عربيات ما بتستحملش حراره ولا بتستحمل الجهد والشقه والتعب والمرمطه. غيرت فكرتي تماما عن العربيات المرسيدس لما اشتريت العربيه دي، او لما قعدت معايا يعني شويه وجربتها. كنت فاكر انها مش هتستحمل الحر، كنت فاكر انها مش هتبقى تكييف قوي عشان هو هنا الجو حر جدا جدا. فالعربيه دي غيرت لي مفهومي خالص عن كل اللي انا كنت متخيله ده. دي سي 300 تمام. تعالى كده اوريها لك. متدلعه بقى العربيه، يعني فيها مثلا ايه، عندك بلايند سبوت للمرايات، كاميرا 360 درجه تمام، كيلس انتري، ستارت انجن، حساس امامي حساس خلفي، عندك مثلا كراسي كهرباء، تسخين كراسي، كل الاوبشن العادي يا جماعه اللي بينزل في اي عربيه مرسيدس. لكن المميز هنا عشان العربيه دي كندي انها فيها فتحتين سقف، يعني كده اوريهم كده الفتحه الثانيه فوق، فتحتين سقف. ما بعملش اي حاجه بالفتحه الثانيه دي، بس انا مبسوط بيها بصراحه. العربيه شكلها جميل جدا من جوه، حلوه. الموتور ده 2000 سي سي، بيطلع 242 حصان و370 نيوتن متر، ومعاها جير بوكس او معاها فتيس اوتوماتيك 7 سرعات من مرسيدس. الفتيس ده عبقري بصراحه، يعني بينقل من نقله للثانيه كده كده، فاهم؟ ما بتحسش بيها ازاي كده. ده الموتور اللي انا بقول لك عليه. الموتور ده عبقري جميل جدا، احسن بكتير من الموتور اللي بينزل في الدبليو 204 اللي هو السي جي اي ال 1800. الموتور ده على قد ما انا كنت خايف من استهلاك البنزين، بس طلع استهلاك البنزين بتاعه معقول جدا. ليه؟ ال 2000 سي سي دايما بيبقى في تخوف كده منه، ان هو ايه، واو ده 2000 سي سي، ده الموتور ده هيستهلك معايا كتير. لكن العربيه دي بتستهلك من 10 لتر كل 100 كيلو ل 11.5 لتر لكل 100 كيلو، وعلى حسب مشيك. يعني لو انت ماشي واحده واحده وبتدنجل بالعربيه، فالعربيه مش تبقى ازيك في اي حاجه. في كمان حاجه مميزه في العربيه، انها السقف بتاعها كله اسود. انت مش محتاج ان انت تروح تلزق ستيكر اسود، مش محتاج الكلام ده خالص خالص. الجنود بتاعتها جنود النجمه دي شكلها جميل جدا. فورماتيك العربيه، يعني دفع كلي للعجلات مش دفع خلفي، وفيها شنطه كهرباء. الشنطه فيها حاجات كتير، فاحنا مش هنتفرج على الشنطه النهارده، ونقفل كده. وادي شكل العربيه قدامك، ايه رايك؟ حلوه ولا مو حلوه؟ حلوه صح؟ تعال ندخل جوه يلا. بصوا يا جماعه، هو من العبث ان انا اقعد اتكلم معاكم في اوبشنز هو بينزل في اقل عربيه انت ممكن تشتريها، بس انا برضو هتكلم معاك في الاوبشن. بص، ستارت انجن، وده انا مركبه، ده مش ستارت انجن بتاعها، هو لازم تحط المفتاح علشان تدور. اول ما بتقفل الباب بتاع العربيه بص، الطاره بتنزل عادي جدا. ده بينزل في المرسيدس اصلا من سنه 94، بس انا برضو هتكلم عنه تمام. رخامه مني معلش، استحملوني. العربيه فيها اوبشنز حلو، زي مثلا اوتو ستوب للموتور، فيها سبورت مود ودايناميك ونورمال وايكو، تكييف دول زون، فيها شاشه معقوله. الشاشه اللي هنا عندي هنا رادار امامي في العربيه للتصادم، فتحتين سقف زي ما قلت لك. انا مبسوط جدا بفتحتين السقف دول، فانا لازم اتكلم عنهم اكتر من مره في العربيه. ايه كمان، كراسي كهرباء، تسخين كراسي. عندك باكج اوبشن معقول جدا جدا في الفئه السعريه دي، وصدقني صدقني انت مش تبقى محتاج اكتر من كده اساسا. ليه؟ لان هتبقى مبسوط بالركوبه، يعني عارف، مبسوط بركوبه العربيه، وهتتفادى عن اي اوبشن حتى لو العربيه دي فقيره في الاوبشن. فخلينا نطلع نجرب العربيه ونتكلم واحده واحده عنها على الطريق كده. يلا بصوا يا جماعه، مبدئيا ده الجير بوكس بتاع العربيه، ده الفتيس. فهنا فوق، عشان في ناس مننا اكيد ما تعرفش، الجير بوكس ده مش غريب على مرسيدس. مرسيدس كان من زمان، من سنه 60 او من قبل كده، كان الجير بوكس فوق بالايد في العربيات الكلاسيك. لو انتوا فاكرين الريفيوهات اللي انا كنت بعملها، بعد كده سنه 72 نزلوه تحت، وبعد كده طلعوه فوق، فهم ممرمطين الجير بوكس ده معاهم. فاحنا كده ايه، ادينا دي وبنطلع بسم الله واحده واحده. العربيه بقى في مشيها انت مش حاسس انها عربيه تقيله او عربيه خفيفه. العربيه خفيفه جدا 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 في استهلاكها او مشيها جوه المدينه، وفي نفس الوقت على طرق السفر العربيه متماسكه بطريقه غريبه. فهي ماسكه نفسها وعارفه تمسك العصايه من النص وتحسسك ان انت سايق عربيه تقدر تثق فيها.
العربيه دي ريحتني جدا جدا عن الدبليو 204 دي اللي معايا دبليو 205. انا استريحت فيها جدا. مجرد ما انت تديها كيك داون بتحاول ان انت تجري بالعربيه، العربيه بتتجاوب معاك سهل جدا جدا، مفيش اي مشكله خالص في المشي الصلانسيه البسيط ده. العربيه جميله ولذيذه وما بتستهلكش بنزين كتير، واحسن استهلاك بنزين انا وصلت له للعربيه دي كان 8 لتر لكل 100 كيلو. 8 لتر كل 100 كيلو على طرق سفر وطرق سريعه. الطرق الزحمه ممكن توصل معايا 10 لتر، 10 ونص لتر، 11 لتر لو كل الطرق بتاعتي اشارات. مش متعبه تماما في المدينه، مش متعبه خالص، عربيه سهله جدا في الاستخدام اليومي وفي نفس الوقت شيك وواجهه اجتماعيه وجميله. وبصراحه انا استريحت فيها جدا جدا العربيه دي. مستني منك تقول لي لو عندك تجربه مع السي 200 او مع السي 300، يا ريت تكتبها لي تحت في الكومنتات. لازم تكتب لي تحت لو عندك تجربه مع الموتور ده، انا هستنى منك رايك. ولو انت على فيسبوك اشترك من فوق كده على الصفحه، ولو انت على يوتيوب انزل تحت هتلاقي مكتوب سبسكرايب او اشتراك، دوس سبسكرايب وهستنى منك اللايك الجميل. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون في مصر او الخليج، هتلاقي اكواد بتظهر لك دلوقتي على الشاشه وهتلاقيها موجوده تحت في الديسكربشن. اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا، سلام عليكم.